السلام عليكم يا أحلى متابعين. بنبدأ كلامنا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا إشعار بكل جديد بنعمله. الفيلم بيبدأ مع سوبرمان وهو لسه فايق في مكان غريب، بيفضل يبص على نفسه وبيستغرب هو ازاي بقى جسمه ضعيف كده ولبسه غريب وكمان اتحول لمراهق. في الوقت ده بيشوف بنتين بيحاربوا كائنات اسمها جريم. البنتين دول هم روزي ويانج. بيقوم سوبرمان يساعدهم وبيبدأ يضرب ليزر من عينيه على الكائنات دي. المشكلة انه بيكون مش عارف يتحكم في قدرته زي ما هو متعود، بس بيكمل القتال معاهم. بيتفاجئوا ان كائنات الجريم بدأت تضرب ليزر هي كمان عليهم، فبتقول روزي ان الجريم عمرهم ما ضربوا ليزر وكده في حاجة غريبة بتحصل. سوبرمان بيفضل يفتكر اخر حاجة انه كان في قتال مع كائن شرير هو وفرقة العدالة، ومرة واحدة لقى نفسه هنا. وبعد ما بيخلصوا على كائنات الجريم بيسألهم سوبرمان احنا فين؟ بيقولوا انهم في عالم اسمه ليفنانت، وبيقولوا له ان الوحيد اللي هيقدر يساعدهم في العالم ده هو اوستن، وبيقرروا يروحوا له. بعدها بنروح لواحدة اسمها بلاك وهي قاعدة مع مامتها، وبتفضل مامتها تحذرها من اللي بتعمله هي واصحابها. بتقولها انها خايفة عليها ومش عايزاها تتعرض لخطر، لكن بلاك بتقول لها ما تقلقش وهي عارفة هي بتعمل ايه. في الوقت ده بيدخل عليها الحراس وبيقولوا لها انهم مسكوا واحدة شكلها غريب، بتكون دي وندر وومن. واول ما بتدخل بتضرب الحراس وبتقول لبلاك انها عايزة تتكلم معاها. تفضل تحكي لها انها مش من العالم ده وانها مش عارفة جت هنا ازاي. فبتقول لها بلاك ان اوستن هو الوحيد اللي هيحل اللغز ده. بعد كده بنروح لحفلة فخمة موجود فيها بنت اسمها وايس. تعرف على شخص في سن المراهقة وبيقول لها ان اسمه بروس واين، اللي هو الاسم الحقيقي لشخصية باتمان. وبيفضل يتكلم معاها ان هو كمان ما بيحبش الحفلات ولا الدوشة، وانه بيدور على معمل علشان يعرف سبب وجوده في المكان ده. وبيفضل يقول لها انت كمان مش من العالم ده، وبيحاول يفكرها بذكرياتها مع اصدقائها، لكنها بتكون مشوشة ومش فاهمة حاجة. لما هما بيتكلموا بيقول ابو وايس انه مش لاقي مفاتيح المعمل بتاعه وكده في حرامي في القصر. وايس بتعرف ان بروس هو اللي سرق المفاتيح وبتبدأ تهاجم هي والحراس، لكن بيفضل يضرب في الحراس وبيهرب منهم بسهولة لحد ما بتستخدم وايس قدرتها وبتجمده مكانه. لكن في الوقت ده بيكتشف بروس قدرة جديدة في نفسه، انه بيقدر يطلع أجنحة في العالم ده زي أجنحة الوطواط وبيستخدمها في الطيران. بس المشكلة انه بيكون مش متعود على الطيران فبيقع على الأرض وللأسف بيقبضوا عليه. من الناحية التانية بنشوف سوبرمان ومعاه روزي ويانج لما بيوصلوا عند أوزدن، وبيقابل هناك بلاك ووندر وومن. ووندر وومن بتقول لهم ان اخر حاجه فاكراها انهم كانوا بيحاربوا كائن ضخم عنده قدرات ميكانيكيه، لكنها ما تعرفش ايه اللي حصل بعد كده. في الوقت ده بيوصل البروفيسور وبيقول لهم انه مش عارف ايه اللي حصل لحد دلوقتي، لكن في تقارير مهمه بتقول ان كائنات الجريم موجوده على حدود المدينه. وساعتها بتتضايق وبتمسكه وبتقول له احنا هنا لوحدنا ولا باقي اصحابنا معانا؟ بيقول لها انهم في التدريب دلوقتي وبياخدهم وبيروحوا التدريب. هناك بنشوف في التدريب باقي فرقه العداله اللي كلهم اتحولوا لمراهقين برضه، سايبورج وفراش وجرين لانترين وميري، وكمان بقى فرقة روزي. وبيوصل سوبرمان وبيرحبوا ببعض كلهم، بيكونوا مبسوطين انهم اتجمعوا مع بعض مرة تانية، وبيفضلوا يحاولوا يفتكروا ايه اللي حصل لهم، لكن محدش بيكون فاكر حاجة. وروبي بتقول لهم ان ريمينانت ده العالم بتاعهم، وهم حاسين ان مش ده العالم بتاعهم اللي متعودين عليه، وان في حد عامل نسخة شبهه، علشان كده بيقولوا انهم لازم يكتشفوا الموضوع ده. بعدها بيقعدوا مع بعض علشان يتكلموا اكتر عن العالم ده. بيسألوا عن وايس الوحيدة اللي ناقصة من فريق روبي، وسوبرمان بيقول ان باتمان هو كمان مفقود ومش عارفين مكانه. بعدها بتفضل روبي تشرح لهم ان نسخة الجريم اللي موجودة هنا متطورة عن الجريم اللي في العالم بتاعهم، وكمان عندهم قدرة على امتصاص القدرات من الشخص اللي بيحاربوه، وده بيفسر الجريم اللي طلع ليزر لما سوبرمان ضربه بالليزر. وبتقول لهم ان وايس وباتمان هما اللي يعرفوا يفسروا الظاهرة الغريبة دي، لكن جرين لانترين بتقول لهم انها مش لاقية الخاتم بتاعها، وبكده هتكون مش مفيدة ليهم ومش هتعرف تستخدم القدرات بتاعتها. فبتقول لها روبي انها شافته في مكتب اوزن، وساعتها بيقرروا يقسموا نفسهم لاكتر من فريق. الفريق الاول هيدور على الخاتم بتاع لانترين، والتاني هيروح يدوروا على وايس وباتمان، اما التالت فيحارب كائنات الجريم. في الوقت ده بنروح لباتمان في السجن وهو بيحاول يطير ويتدرب على التوازن اكتر، وبيكتشف قدرة جديدة عنده وانه بيطلع موجات الوطواط، وبيكتشف الثغرات في الحاجة اللي قدامه. بعدها بتجيله وايس وبتقول له انا مصدقك وهنروح مع بعض على المعمل علشان نعرف ايه اللي حصل. فعلا بيتحركوا على المعمل وبيقابلوا كائنات جريم في الطريق، وكمان بيلاقوا ان الباب بتاع المعمل مختفي. بتقرر وايس انها تبدا تحارب فيهم لحد ما باتمان يعرف مكان الباب، وفعلا بتبدا تحارب، لكن باتمان بياخد باله انهم بيمتصوا الطاقه بتاعتها وبيبقوا اقوى منها، وبلا تستخدم قدرتها وما تتسحبش، فبتستدعي فارس من القدره بتاعتها، وبيبداوا يحاربوا هما الاتنين. وبيكون باتمان عرف مكان الباب وبياخد السيف بتاع وايس وبيقدر يفتح الباب وبيدخلوا هما الاتنين. من الناحيه التانيه بنشوف لانترين وهي بتدور على الخاتم بتاعها في مكتب، بيكون معاها جو من فرقة روبي،
وبتفضل تدور عليه لحد ما بتزهق، بتقول انه اكيد مش موجود، وجون بيقول لها انها تفكر في القوة بتاعتها وهو يظهر لوحده. بتقول انها ما عندهاش اي قدرات غير الخاتم، وانه الحاجة الوحيدة اللي بتخليها قوية. لكن جون بيفضل يقول لها ان القوة بتيجي من القلب ولازم تركز اكتر، وفعلا بتبدأ تركز لحد ما بتلاقي نفسها انتقلت لمكان لونه ابيض وحواليها المكان بيكون فاضي. بتسأل جون هي فين، بيقول لها انها لسه قدامه في الأوضة، لكن اللي بيحصل ده بيكون في دماغها هي بس. وجون بيحط ايده عليها وبيقول لها ان قدرته هي تعزيز قوة اللي بيلمسه ايا كانت ايه، وبيخليها تحاول مرة تانية، والمرة دي بتدخل نفس المكان لكن بيكون جون معاها وبيحاربوا وحش هما الاتنين. وبيكون هيموت جون لكن لانترين بتقدر تضربه وبتخلص عليه، وساعتها بيفهم جون وبيقول ان قدرتها هي كشف الحقائق. هي بتقول له انها كمان فهمت ان العالم اللي هم فيه ده عالم كله وهمي، وانهم مش فريمننت ولا حاجة، ان كل ده عالم رقمي شبهه، وفي حد هو اللي جابهم كلهم هنا وبيستخدم الوعي بتاعهم، فبيخرجوا بسرعة علشان يبلغوا باقي الفريقين. بعد كده بنشوف وندر وومن وهي راكبة طيارة مع بلاك ويانج، وبتحكي لهم عن فرقة العدالة والأشرار اللي كانوا بيحاربوهم مع بعض. بس لما بيتكلموا بتظهر كائنات جريم، بس المرة دي شكلهم مختلف لأنهم بيطيروا، فبتقرر بلاك ووندر إنهم يخرجوا علشان يواجهوهم. ولانج بتفضل في الطيارة علشان تحافظ عليها، وبتفضل تميل بيها علشان تساعد بلاك ووندر وومن، وهما كمان بيفضلوا يخلصوا عليهم واحد ورا التاني لحد ما بيقدروا يخلصوا عليهم كلهم. بعدها بننتقل للمجموعة اللي فيها سوبرمان وروبي وباقي الفريقين اللي بيتفاجئوا في طريقهم بعدد من كائنات الجريم على شكل تاني، بيكونوا كائنات عملاقة تانية وبيبدأوا يحاربوهم وبيخلصوا عليهم، لكن بيكون عددهم كبير جدا ومش بيخلصوا. وأثناء القتال بيلاحظوا كلهم إن فلاش وقع ومش عارف يتحرك من مكانه من أول المعركة ما بدأت، ومحدش بيكون عارف إيه السبب في الموضوع ده، لكنهم بيكملوا القتال علشان ما يسمحوش لكائنات الجريم إنها تخلص عليهم. وسايبرج بيدمج قوته مع روبي، الاتنين بيخرجوا كمية كبيرة من الطاقة وبيهاجموا بيها الجريم الكبير، وبيكونوا فاكرين انهم كده خلصوا عليه لما بيقع على الارض. لكن المشكلة ان بيقسم نفسه الاتنين وبيقوم علشان يكملوا الهجوم، والفريقين بيتحدوا علشان يهاجموهم، لكن المرة دي بيكونوا اقوى من المرة اللي فاتت. من الناحية التانية بنشوف باتمان ووايس وهم قاعدين في المعمل وبيدوروا على سبب اللي هم فيه ده، ووايس بتقول له ان الجريم دلوقتي بقوا مصاصين طاقة بشكل مرعب، وبتوري له قطعة من الجريم اللي كان في المعركة قبل ما يدخلوا المعمل، وبتقول له ان الجريم العادي كان بيختفي بمجرد ما تخلص عليه، لكن ده موجود جزء منه باقي، ومعنى كده انهم مش بيموتوا، هما بينتقلوا بالطاقة وبيتجددوا مرة تانية. بعدها بنروح لجون ولانترين بعد ما خرجوا من المكان اللي كانوا فيه، وبيلاقوا نفسهم في مكان شبه المتاهة، وكل ما يخرجوا من أوضة بيرجعوا لنفس المكان اللي هما فيه مرة تانية، لكنهم بيفضلوا مكملين لحد ما بيوصلوا لقاعة مفتوحة، وهناك بيشوف جون حبيبته بيرا اللي المفروض انها ماتت، لكن بيتفاجئ لما بيشوفها، وبتفضل تقول له ان ده عالم افتراضي وان دي مش بيرا اصلا، لكن جون بيقول ان دي بيرا وهو متأكد، وبيرا بتأكد كلامه وبتقول له انا بيرا، وبتطلب منهم يمشوا وراها علشان تخرجهم من هنا. فعلا بيمشوا وراها لحد ما بيوصلوا عند اوضه، فبيجيب سهم وبتتحول وبيكون في تشويش رقمي عليها، وبتقول لهم انتوا لازم تفضلوا هنا وما تبلغوش الفريقين باللي عرفتوه. وبيفضل لانترين وجون محبوسين في الاوضه، ولانترين بتكون حزينه جدا، بتفضل تقول لها ان ملهاش لازمه وانها مش عارفه تساعدهم بسبب ان ما عندهاش قوه. لكن في الوقت ده الاوضه بتبدا تتحرك وبتبقى اضيق، وجون بيقول لها انهم كده هيموتوا وهي لازم تتصرف بسرعه وتخرجهم من هنا، لكنها بتقول انها مش عارفه تتحكم في قوتها علشان مش معاها الخاتم. بس جون بيفضل يشجع فيها لحد ما بتستجمع قوتها، وبيظهر الخاتم في ايديها وهي بتتفاجئ باللي حصل ده، لكنها بتستخدم قوه الخاتم علشان تخرجهم من هنا. من الناحيه التانيه بنشوف باتمان ووايس وهما لسه في المعمل، وباتمان بيكتشف ان اللي بيحصل ده كله عالم رقمي افتراضي، وبيفضل يعمل في شفرات وبيقول انه عارف مين ورا اللي بيحصل ده كله. لكن فجأة بيهجم عليهم عدد من الجريم وبيطلعوا هما الاتنين علشان يحاربوهم، لكن بيكون عددهم كبير جدا، وباتمان بيقول لهم انهم مش هيقدروا عليهم لوحدهم. وفجأة بيظهر وندر وومن وبلاك وبيساعدوهم في التخلص من الكائنات دي. وندر وومن بتفرح انها قابلت باتمان وبتقول انهم لازم يتحركوا علشان ينقذوا اصدقائهم بسرعة. في الوقت ده بيكون سوبرمان وروبي وباقي الفريقين لسه بيحاربوا كائنات الجريم اللي كل شوية بتبقى اقوى من قبل كده، بتقدر تكتسب قدرات الفريق اللي قدامها لحد ما بيوصل جون ولانترين وبيساعدوهم، وبعد شوية بيوصل وندر وومن وباقي الناس اللي معاها، وبيبدأوا كلهم المعركة الأخيرة. واثناء القتال القوي اللي بينهم وبين كائنات الجريم بيظهر باتمان وبيقول لهم انه عارف مين ورا كل اللي بيحصل ده، وبيتكلم مع فلاش وبيقول له اشرح لهم انت، وفلاش بيفضل ساكت ومش بيتكلم. فبيقول له باتمان انه عارف من الشفره اللي عملها ان اللي بيتحكم في العالم الرقمي ده كله هو واحد اسمه كليجور، وبيكون الشخص ده هو المتحكم في فلاش. ساعتها بيضحك كليجور وبيقول لهم انهم استهونوا بقوته كتير وكانوا فاكرين انه فاشل، لحد ما قرر يثبت لهم كلهم انه مش فاشل، ودخلهم العالم بتاعه وحولهم لمراهقين علشان ياخدوا الصفات بتاعة المراهقين ويتخانقوا سوا على مين يبقى القائد او ما يسمعوش كلام بعض. لكن
وللأسف انبهر لما لقاهم لسه فريق واحد، وبيبدأ يضرب فيهم كلهم كل واحد لوحده، بيكون أقوى منهم كلهم، لكن الوحيد اللي بيقدر يضربه بيكون باتمان وبيقف يتكلم معاه. ساعة فلاش بيحرك ايده بشكل غريب، فبيقول باتمان لكليجور سيب جسم فلاش لأنه هو كمان محبوس معاه في العالم ده ومش هيعرف يخرج منه. ويفضل كل أعضاء الفريق يهاجموا كليجير لحد ما بتقدر وايس إنها تسحبه في الطاقة بتاعتها، وبينادي باتمان على فلاش وبيقدر إنه يحرر نفسه. وسوبرمان بيقول لباتمان أنت عرفت منين إن فلاش محبوس في عقل كليجور؟ بيقول إنه لما حرك ايده بشكل غريب كان بيبعت ليا رسالة مشفرة بشفرة موريس وأنا فهمتها. لكن المشكلة إن روح كليجور بتخرج من فلاش وبتدخل جوا واحد من وحوش الجريم. وسوبرمان بيقول للفريقين إن القيادة ملهاش علاقة بالسن لأنها بتيجي من القلب، وبتحدي الفريقين مع بعض. وفلاش بيكون رجع أخيرا وبيقدر يساعدهم في الحرب دي، وبيفضلوا كلهم في كليجور لحد ما بيخلوه ضعيف خالص. لكن برضه بتفضل المعركة قوية والوحوش عمالة تزيد لحد ما بتطير لانترين وبتقدر إنها تفصل الجرام. وساعتها بيختفي كليجير عن الجريم وبيوقع على الأرض وبيوقع معاه كل الكائنات اللي زيه، وبكده يكونوا انتصروا أخيرا. وبعدها باتمان بيقعد يفكوا شفرة جديدة علشان يخرجوا بيها من العالم ده، وبيقولوا لانترين إنها الوحيدة اللي هتقدر تخرجهم من هنا وترجع كل واحد للعالم بتاعه. فعلا بتقدر إنها تفتح بوابتين، واحدة على كوكب الأرض علشان ترجع فرقة العدالة، التانية على فيرمينينت علشان ترجع فريق روبي. وبيفضلوا يودعوا بعض وبيكونوا مبسوطين إنهم عاشوا المغامرة دي سوا. وبنشوف إن روبي رجعت لطبيعتها ومعاها الفريق بتاعها، وبتقولهم إن اللي عمل كده واخترع العالم الرقمي ده هو واحد من العالم بتاعنا ولازم نعرف هو مين. وكده تخلص حلقتنا النهاردة. لو عجبتكم ما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا إشعار بكل جديد بنعمله.